السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال، ودايما ندعي مع بعض اللهم اكفنا شر الوباء والبلاء وارفع عنا الوباء والبلاء بأنواعه بقى بجد. وهتشوفي اسرار معايا لعجينه الفلافل، ايه الحاجات اللي بنضيفها وايه اللي ما بنضيفوش. فتابعي الفيديو مهم جدا جدا. فيديو النهارده مهم جدا 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 لكل ام ولكل ست عندها اولاد في المدارس، بتشتغل ما بتعرفش تصحى بدري، بتنام بدري. يعني الفيديو دوت حلو جدا جدا، وكمان في ظل الغلاء اللي احنا فيه ده كل حاجه لو عملناها في البيت اكيد هنوفر كتير قوي قوي قوي. الفيديو ده تحضيرات لسحور رمضان. كل سنه وانتم طيبين، وعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، اللهم بلغنا رمضان لا فقدين ولا مفقودين. ايه اللي انا حضرته للسحور؟ اول حاجه ابتديت بيها كده عملت شويه فول، وكمان عملت عجينه طعميه، وطبعا الفيديو بتاع المخلل ده هينزل لكم بعدين. وكمان برجر. هنا بقى عملت ايه؟ كان معايا نص كيلو من الفول المدشوش، جبته ونقعته، يعني اقل حاجه 5 ساعات، انا نقعته 7 ساعات. ومعايا راس توم صغيره مش كبيره يعني، او 5 6 فصوص توم كبار، ومعايا بصلايه صغيره. ليه استخدمت بصلايه صغيره؟ علشان انا ما لقيتش كرات فاستخدمت البصل الاخضر. ومعايا حزمه من الكزبره، واحده من البقدونس، وكمان عودين 3 كده من الشبت، مش كتير يعني. هنبدأ بقى ايه؟ نقطع الخضرة بتاعتي بطريقة عشوائية، مش محتاجين يعني شرح كتير فيها. هو الفول المدشوش والخضرة ومفروض يكون عليها كرات، ده مهم جدا، ولكن انا لفيت كتير قوي ما لقيتش، فطبعا استخدمت الورق بتاع البصل الاخضر، 1 2 3 من البصل الاخضر. وكمان بصلايه هنقول صغيره، البصلايه بتاعتي كانت كبيره قوي هنا فانا قسمتها على اساس انها تكون بصلايه صغيره. وهنا قلبتهم كده تقليبه عاديه، وهجيب الكبه بتاعتي بقى وهنبدا نشتغل فيها. وطبعا هتشوفوا ايه اللي حصل دلوقتي، الكبه الكبيره باظت فاضطرينا نغير وناخد الكبه الصغيره، فطولت قوي معايا في مده الفيديو. بصوا عن تجربه، دي حاجه عايزه انقلها لكم بجد. تورنيدو حاجته مش لطيفه خالص بصراحه. انا المكنسه والخلاط وكمان الشاشه وحشين قوي 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 قوي. الخلاط كل شويه يبوظ مني، سكنته حاميه وحلوه وبيعمل لي الحاجه فرم تحفه وفي ثانيه وحاجات كتيره كده، ولكن موتوره كل شويه يعطل، كل شويه الموتور بتاعه يقف، ما تفهميش ايه السر ولا ايه السبب. المهم هنا خلينا في الفلافل. بصوا هنا من ضربه واحده عملت كده، فتحت الكبه عشان ازود كمان، طبعا دي بتاخد لحد 2 كيلو. وقف خالص بقى وحلف ما هو شغال، فشلته على طول وجبت التانية. دي الماركة بتاعتها دريم، حلوة ولكن مش حامية قوي. في دلوقتي نازل منها السلاح بتاعها 2 سلاح في نفس العمود، يعني ده افضل كتير من اللي هي سلاح واحد. دي تجربتي مع دريم وتورنيدو. الهاند بلندر بتاعتها كويسة مش وحشة برضو، هتشوفوها في الفيديو غالبا استخدمتها. المهم بقى ادي الاجهزه، اللي النوعين دول كويسين، يعني فيهم الكويس وفيهم اللي ما بيتحملش. هنا بقى حطيت كل الكميه بتاعتي كده، وبقيت ايه ازود واحده واحده. وطبعا علشان الين قوي في الكبيره ما كنتش محتاجه اضيف ميه بصراحه، لكن هنا في الصغيره اضطريت ضفت ربع كوبايه ميه. ربع كوبايه ميه هتعملي ايه في العجينه؟ بصوا اول ما ضفت طبعا شويه الميه اقل من ربع كوبايه، ابتدت العجينه تمشي كويس جدا معايا. ولكن هتشوفوا، تابعوا الفيديو علشان هتشوفوا انا اتخلصت ازاي من ربع كوبايه الميه. لان انت لو سبتي ربع كوبايه الميه في عجينه الفلافل العجينه باظت منك، ما اشتغلتش. عشان الفيديوهات اللي بتشوفيها كتير وتقولك انه بميتها من غير ما يصفوها، لا 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 لا، في اسرار كده ما بتظهرش في كل الفيديوهات. انا معايا هقولك كل الاسرار بتاعتها. انا خلصت هنا الكميه كلها بالتناوب يعني ورا بعض، ضفت شويه ورا شويه لحد ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه. هنا بقى جبت مصفى كده يكون الخرام بتاعتها ضيقه قوي عشان ما تنزليش الفلافل او ما تنزليش الخلاصه، انا عايزاها تخلص لي من الميه بس. وهنا جبت المضرب الكهربائي او الهاند بلندر زي ما تحبي. انا الاول جربت بالهاند بلندر ولكن كنت عايزه اخلص بسرعه وكنت عايزاها تبقى اكتر هشه، فما استخدمت المضرب الكهربائي. وهنا طبعا الكهرباء بعيده فمضايقاني قوي. بدأت هنا بصوا زي ما انتم شايفين كده اضرب كويس خالص 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 لحد ما حسيت انها هاشت مني جدا. وهبدأ بقى اعبي منها في اكياس. طبعا اللي هتدخليها التلاجة مش هتضيفي ليها اي نوع من انواع التوابل. هنا هتلاقوها خضرة قوي
علشان خاطر خضرتها كويسه ومظبوطه وتمام التمام. طب ليه مش زي بتاعه بره؟ علشان بتاعه بره بيضيفوا لها عيش. ايوه هو ده السر، بيضيفوا ليها عيش، ومش عيش فينو، لا بيضيفوا ليها عيش عادي، ولا بيضيفوا فيه ليها بيكنج باودر ولا كربونات صوديوم ولا اي حاجه من دي. هم بيضيفوا لها عيش، بيفرموا معاها عيش. هي دي التركه اللي محدش يعني بيشتغل بيها كتير في البيت. طبعا احنا عاملينها في البيت حاجه نظيفه ومضمونه. طبعا هنبقى ايه اللي يخلينا نحط ليها عيش؟ لا نبقى بناكلها كده وكده بناكل كفته فعلا. هنا ابتديت احفظها بقى في الكاس. وانتي بتحفظيها في الاكياس حاولي تخرجي كل الهواء عشان تكون بالشكل ده، عشان لما تخرجيها ما تضطريش ان انتي تستني ليها كتير. هنا كمان لما تخرجيها حاولي انك تديها ضربتين كمان في كبه بقى، في خلاط، بهاند بلندر، زي ما تحبي. ضيفي لها التوابل واضربيها ضربتين علشان ترجع هشه تاني لما تطلعيها من الفريزر. هنا كده حطيت جربت في علبه وجربت في الاكياس. افضل حاجه طبعا في الاكياس. وهبدا دلوقتي بقى هنشوف التجربه ونشوف الفلافل بتاعتنا كانت فلافل ناجحه ولا لا. طيب انا هنا صفيت الميه. طب انتي لو مش عايزه تصفي الميه بتاعتها وعايزه، لان الميه لما نزلت قللت الكميه، هنا المصفى دي ما فيهاش غير كام خرم بس صغير كده، نزلوا الميه بس يعني، وهتلاقوا معاه فوم كتير. الميه باينه ان معاها فوم كتير. طب انا عايزه احتفظ بالفوم ده، ممكن تضيفي ليها رغيف عيش من العيش البلدي عادي وتفرميه كويس وتضيفيه لها، او تضيفي لها معلقه من البقسماط الساده، بقسماط مطحون. هنا بقى جبت الزيت بتاعتي وعلى نار هاديه، مش عارفه النار هنا عاليه ليه. على نار هاديه تبداي تضيفي تحطي الفلافل بتاعتك علشان ما تاخدش لون من بره بسرعه وتبقى نيه من جوه. طبعا انا هنا عامله 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 فول سوري، وعامله كمان وعامله برجر. هسيب لكم لينكات الفيديوهين. انا كنت عامله قبل كده عجينه البرجر في القناه، فهسيب لك اللينك بتاعها. وكمان كنت عامله الفول ما فيهوش افتكاسه، نص كيلو فول عليه كوبايه الا ربع من الفول المدشش، وعليه ربع كوبايه من العدس. ميه مغليه حطيه في حاجه كبيره علشان مش كل شويه تضطري تزودي ميه والميه بتاعته تسود يبقى لونها مش حلو. اهم حاجه نحافظ على شيل الريم كويس جدا. وكمان نضيف معلقه من الصلصه او نص طماطميه تكون حمراء قوي، ونضيفها له من اول التسويه، ونحطه على نار هاديه خالص. بياخد من 3 ل 4 ساعات حسب نوع الفول. والفول طبعا تكوني بلاعه علشان نكون نزلنا اللون الغامق اللي في القشره بتاعته. ده بالنسبه للفول. البرجر هتلاقوا الفيديو بتاعها موجود في القناه لانه شرحه طويل، اعمليه والله ما هتندمي. انا بعمل البرجر دي احسن من مليون محل واحسن من حاجه جاهزه. اهم حاجه بقى وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب.